اهلا بيكم في ديزني لاند مع لولا ومع ليلي. تعالوا نشوف يومنا هيبقى عامل ازاي النهارده من ديزني لاند باريس. هو دوبي عنده خبر بموضوع ميكي ماوس ده وديزني لاند واللي احنا فيه ده. دوبي قبلك بترحب. لايت يير يعني مش باز يطير، ده غلط. احنا طول عمرنا باز يطير ينادي قيادة الكوكب الى اللانهائيه وما بعدها لان الطابور الى اللانهائيه. جي سويت ريكونتور. احنا في اغربه، احنا اسفين. وقفنا ساعة وقال لك اللعبة عطلت، الراجل راح يجيب حجارة. اصل اللعبه دي بالذات شغاله على حجاره. مش عايز تبقى عشوائي وكفاية كده يا باشا. احنا جايين مصر كده وتهدى وما تقرفناش معاك. محتاج 2 صيع من صحابي. انا مش حاسه برجلي. هو اللي حصل يتحكي يا باشا. احنا ركبنا قطر الموت في ديزني. انت عشان جبان. بيغلى على حسب اللعبه دي زحمه قد ايه. هو اجمد حاجه في ديزني لاند. وصلنا الى ديزني لاند. ديزني لاند ولابسين ماتشنج انا وليلي. والامن ولاد الجزمه خدوا مننا السيلفي ستيك، فالفيديو كله هيبقى عامل كده بقى خلاص. طوابير بقى زحمه جدا جدا جدا، ولو معاك سيلفي ستيك خبيها في جيب الجاكيت، خبيها في الشنطه بتاع عشان ما ياخدهاش منك، وياخدها منك يرميها، يعني فاهم؟ او تأجر لوكر ثمنه اغلى من ثمن السيلفي. التذكره بتاعت ديزني لاند بتتراوح من 80 70 يورو لحد 100 وشويه، فكل ما تحجز بدري كل ما تبقى ارخص. اوكي. والديزني لاند بتفتح 9:30 لحد الساعه 11 بالليل. في 2 باركس، والطوابير هنا ايه، يا اما تاخد 1 بارك يا اما تاخد ال2 باركس. احنا اخترنا 1 بارك، هناخد المين بارك اللي هي ديزني لاند بارك. في واحده ثانيه اللي هي يونيفرسال ستوديوز فيها افنجرز وفيها الحاجات الثانيه. مكان يا جماعه مبهج جدا جدا. هو دوبي عنده خبر بموضوع ميكي ماوس ده وديزني لاند واللي احنا فيه ده. دوبي بتاع دريم بارك بتاع الغلابة. دريم بارك احنا متعودين على دوبي وعلى الكلام ده. ايه رايك في ميكي ماوس يا ليلي؟ اسألي ميكي ماوس سؤال. ميكي ماوس عايز دوبي هنا. المصريين بقى تدور على دريم بارك، فلو انت وقتك مش كتير خد 1 بارك زي ما احنا هناخد كده، ايه اللي هي ديزني لاند بارك بس، لان انت بتحتاج وقت طويل جدا وهي كبيره جدا جدا فوق ما تتخيل، وفي عروض وشوز وطول الوقت في ايه اكتيفيتيز بتتعمل. في 5 ديزني لاند، 5 ديزني لاند هنا في باريس، وفي امريكا في 2، في واحده في هونج كونج، والخامسه مش عارف فين الصراحه، وفي واحده جديده بتتعمل لسه هتبقى في ابو ظبي، بس دي اكتر واحده شعبيه لانها في اوروبا وقريبه من كل الناس. طول ما انت ماشي بقى في المزيكا دي، فما اعرفش الصوت هيطلع عامل ازاي، ان شاء الله خير. دي بقى القلعه اللي الناس بتصور عندها، ما دي اللي هتصور عندها. اول لعبه هنلعبها باز يطير الليزر. اشتريت ايه بقى؟ انا دي بتتحرك. الله قولوا لي، بتقول لي ايه باز لايت يير؟ يعني مش باز يطير، ده غلط. احنا طول عمرنا بيقولوا لنا غلط. مكتوبه اهي. دبلجه طلعت غلط يا جماعه، مفيش حاجه اسمها باز يطير، اسمها باز لايت يير. الى اللانهائيه وما بعدها. يا جماعه احنا فعلا الى اللانهائيه وما بعدها، لان الطابور الى اللانهائيه وما بعدها. ده اول لعبه نلعبها في ديزني لاند. جي سويت ريكونتور. وقفنا ساعة وقال لك اللعبة عطلت، الراجل راح يجيب حجارة. اوبا اجمد حاجه في ديزني لاند الرايد اللي او الباريد اللي فيها الديزني ستارز كلهم، بتبتدي الساعه 11:30 وبتلف الديزني لاند كلها. فدور على مكان تشوف منه، لا تستاهل، مش تافهه ولا. انا وانا كبير اتبسطت، وليلي طبعا اتبسطت جدا جدا بتوع ديزني لاند. البرنسس سلمت عليا. احنا فين؟ طبعا ايه،
مكان غريب، شكله غريب صح؟ احنا في اغربه، ده بقى ايه ادفنتشر لاند علاء الدين. فجامده قوي يا جماعه اللي عاملينها، عاملين المحاكاه كأن انت فعلا في قصه خياليه، وتخش تلاقي الموسيقى بدأت ايه، بقت اغربه جدا. جماعه البارك ضخمه. اغربه واعجبك. احنا اسفين احنا تعبنا بقالنا ساعتين ودول تعبوا وما لعبناش ولا لعبه. اللعبه ساعه ونص بس الطوابير بنت حرام يا جماعه. احنا رايحين الشو بتاع الاسد الملك لاين كينج، لو لقينا بقى اماكن يلا بينا. بما ان احنا واقفين في طوابير طويله عشان نعمل اي حاجه في ديزني لاند، دلوقتي ده طابور رقم 2. فاحنا واقفين عند الثياتر اللي بيعملوا فيه العرض لاين كينج. وانت لازم تبقى عامل خطه لديزني لاند. فالابلكيشن تفتحه في الماب وفي كل الاماكن وفي كل العروض. مش عايز تبقى عشوائي. عرض الساعه 12:30 مكانه فلاني، فتطلع عليه العروض اللي انت عايز تحضرها او الرايدز اللي انت عايز تلعبها، واخد بالك؟ وبيطلع على الابلكيشن كل رايد قدامها قد ايه ويتنج تايم، فكل ما الويتنج تايم بيزيد تعرف ان دي قدامها قد ايه. فظاهر تعمل خريطه بقى تشوف هتروح فين، الساعه 12:30 هتروح فين، الساعه 1 هتروح فين، لان كل حاجه من دول لها ايه تايمنج. الشوز بالذات لها تايمنج في المسارح، فانت تروح قبلها بشويه عشان ايه تلاقي مكان تدخل، لان بتقفل عشان زي ما انت شايف كده ايه ده المنظر. اول لعبه وهي ورانا احنا في العالم بتاع Pirates of the Caribbean. ولسه طالعين من اللعبه بتاعت Pirates of the Caribbean بعد ما قعدنا ساعه ونص في الويتنج. بس حلوه الصراحه، تستاهل تستاهل تستاهل، وهي مره واحده انت بتعيشها، فتعالى واستمتع. ولا اللعبه هنا يعني غنيه، والرايد نفسها لا في مجهود مبذول والديتيلز فيها فظيعه وطويله، فانت ايه هتحس ان انت الوقفه اللي انت وقفتها خدت مقابلها حاجه. فدي ايه اول لعبه نلعبها، والساعه بقت 2 واحنا هنا من الساعه 9:30. لعبنا لعبه، حضرنا شو، شفنا الباريد كده ايه اخر حاجه. وكفايه كده يا باشا، احنا جايين مصر. انا رايح لدوبي، دوبي مني وعارفه وعارفني ولو وقفني طوابير دريم بارك تشغل دماغك، تشيل الحديده دي وتخش. كل واقف في الطابور كأن الطابور ده يعني خلاص يا عم شيل الحديده وادخل، عدي 1 5 اسرق. شغل المصريين، كل المصريين عايزين يسرقوا. محتاج 2 صيع من صحابي. انت عشان محترم مش عايز تقف في الطابور. You wasn't told you I was a maestro. Oh, now cut that out. هنا في هذا المطعم بتاع الفاست فود، فوق تشيز ميكي مع ديزرت ميكي برضو مع سلطه مع بيبسي. فالوجبه بيتزا مع بيبسي مع سلطه ب 17 يورو، 5 يورو عشان تاخد الديزرت. اسعار تعتبر بالنسبه للثيم بارك وبتاع الدنيا حلوه يعني. ده ايه الغدا بتاعنا، نتغدى ونكمل بقى يومنا في ديزني. يا جماعه لستار وورز سبيس ماونتن هي اخطر لعبه في ديزني لاند، واحنا لسه نازلين منها وميتين. بص ليه قولي لولو كده، حسيتي بايه؟ انا مش حاسه برجلي. احنا ركبنا قطر الموت في ديزني، يعني اللي معاه اطفال ما يخشش هذا ما القطار. تركبوش، ما حدش يركبها، زي معموله توب 1 على العالم المفروض، بس دي ورست. هي سريعه قوي وقويه قوي. الستار وورز سبيس ماونتن ده ما تركبوش لو انت بتخاف. لا وحش القطر ده، وحش. انا بطني قلبت والله. حتى مش ممتع، فاهم؟ لا هو ممتع بصراحه، انت عشان جبان. طب ما انت لسه بتقول وحش يا جزمه اهو. بس تركبه مره يعني، مستحيل تيجي وما تجربوش. لو جيتوا ما جربتوش يبقى انت كده غلطان. تيجي تجربه ولا ما تجربوش؟ اجربه مره في حياتي. فلو انت عايز تحاول تتفادى شويه الويتنج تايم، هتشتري البريمير باس، وده ب 90 يورو لوحده، ويدخلك كل اللعب من اللاين بتاع الفي اي بي. وده لاين برضه يعني مش هتخش دايركت ولا حاجه، بس هو لاين اقل شويه. او ممكن تشتري البريمير باس ده لكل لعبه على لوحدها. فيا تشتريه من قبل كده، يعني لو اشتريته من قبلها بيوم
هيبقى ب$5 او 5 يورو، ولكن لو اشتريته في يوم اللعبه بيغلى على حسب اللعبه دي زحمه قد ايه. يعني لو اللعبه دي 40 دقيقه يبقى ب10، لو 50 دقيقه يبقى ب15 وهكذا. وازاي بتيجي ديزني لاند؟ بتيجي من القطر من باريس، يعني تركب مترو وبعدين القطر، الاثنين على بعض ب2.5 يورو رايح و2.5 يورو راجع. فده كده ايه ازاي توصل ديزني لاند. في معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، ان الناس اللي قاعدين في الفنادق اللي في ديزني لاند لهم اكسس للحديقه او للبارك ساعه بدري، فيقدروا يبداوا لعب من 8:30 قبل ما الحديقه تفتح لبقيه الناس، فمعاهم ساعه لبس الناس اللي حاجزين فندق في ديزني لاند. كانت هذه لعبه القطر الموت في ديزني. دي احلى لعبه بالنسبه لي لانها بتمثل قصه حياتي. It's a small world. من كل بلد حته، من كل فيلم اغنيه. فاللي سافر كل البلاد يتبسط قوي هنا، وانا سافرت 46 دوله، فمبسوط جدا بهذا المكان. دي اللعبه دي بتمثلني. ننهي رحلتنا في ديزني لاند بالشو بتاع التيلز اوف ماجيك. بجد هو اجمد حاجه في ديزني لاند، اجمد حاجتين ما تفوتهمش. الباريد بتاعت الساعه 11:30 والساعه 11:15 بالليل في التيلز اوف ماجيك او الليزر شو والفاير ووركس. بجد غير طبيعي، بجد ده يسوى لوحده التيكت بتاعت ديزني لاند الميتيور. وانا كنت اعتقد ان هي اوفر ريتد او غاليه زياده عن اللزوم. لا، مش غاليه ومش اوفر ريتد، وتجربه جميله الصراحه. لو معاك اطفال كمان تحفه تحفه تحفه. فننهي هذا الفيديو من ديزني لاند ونقول لكم شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وفولو على انستجرام وفيسبوك تيك توك، واشوفكم على سفر باذن الله.